جاوني دي كومونتير قالوا لي يا امين علاش ما درتناش سعر الاورو في العيد؟ علاش يا امين في الويكاند ما درناش سعر الاورو؟ بالك مازال ما تعرفوش عقليتي مليح. يا جماعه انا صح خدمتي هي صناعه محتوى ونربح منه لو ماكسيموم، نحاول نربح منه لانه هذا خدمه هكذا. لكن انا المحتوى تاعي الناس اللي تعرفني مليح راني في اليوتيوب، انا مانيش في التيك توك، انا راني في اليوتيوب. عندي قنوات عربيه وعندي اجنبيه، عندي امريكيه. التخصص تاعي هو محتوى تعليمي تقني، انا نعلم الناس اشياء كثيره تقنيه. اما التخصص تاعي تاع الاورو درته فقط للتيك توك لانه الناس حبت الموضوع هذا وجابوا لي ملايين مشاهدات، فحبيت نكمل لانه كاين ناس بزاف محترمين واحترموني في لي كومونتير. قلت لي مالا نكملوا في الموضوع هذا. لازم نفهموا حاجه، انا مانيش ننشر فيديوهات فقط للترفيه، حتى لو كان ننشر فيديو ونربح منه تلاحظوا بلي ما ننشرش الاورو، ننشر موضوع واحد اخر باش نربح منه، غير باش ما نكذبش عليكم، غير باش ما ننشرش معلومات مغلوطه على الاورو. هكذا يا جماعه نتوما ثاني عاونوني بلي كومونتير بالمشاهده كامله في الفيديوهات اللي ننشرها اخرى تعليميه او تقنيه او ترفيهيه، وانا راني نحاول كيف نجيب لكم من الميدان من السكوار المعلومه الصحيحه. علاش وعلاش ما درتش العيد؟ يا جماعه لازم تفهموا باللي في العيد راهو ما كانش سكوار. السكوار في العيد هما ناس قلال بزاف، يعني يقدروا يستغلوك. انت محتاج مزروب تبيع ولا تشري، يقدروا يهبطوا لك البري، يقدروا يبيعوا لك غالي، يقدروا يعطيوك اموال مزوره، يقدروا يعرفوكش يخدعوك، يقدروا مشاكل بزاف صاريه في الاعياد. انا مثلا في المنطقه تاعي الناس ما تخدمش، حنقول لكم برك فيديو هكا من سيراسي نقول لكم فقط سعر الاورو على حساب قسطويه، المهم باش نجيب مشاهدات وباش نربح وخلاص. انا ما عنديش العقليه هذه. انا لو كان ندير العقليه هذه باش نربح من هذا الموضوع، انا اللي قلت لكم عندي مواضيع بزاف نربح منها. فهذا الموضوع بالذات اذا ما درتوش اعرفوا بلي يا اما ما رحتش في الميدان، يا اما ما سمعتش مليح، يا اما ما تاكدتش من المعلومه. سي بروسان ندير روطار، انا لازم نتاكد هكذا يا جماعه، لانه حنا في المنطقه تاعنا في الاعياد ما كانش السكوار. شكون نسقسي؟ ما كانش. حتى اللي تسقسي هذاك شخص واحد ولا زوز ممكن تلاعبوا بالسعر، ممكن هو 2,510 ويقول لك 2,480 يهبطهولك باش يبيعولك هابط وهي رايحه. كاين احتيال او كاين تلاعبات. لذلك فانا ما نديرش فيديوهات حتى نتاكد من المعلومه. حبيتوا تشوفوا ناس مثلا، كاين واحد ميغري ضحكني بزاف، بعثوا لي واحد السيد ميغري قال لي شوف هذا هو ساكن في اوروبا ودار سعر الاورو في الجزائر قداه. قلت له سبحان الله، انا حدا السكوره ما على باليش، كيف هو في فرنسا اللي هو على باله. فالغرض من هاد الناس قلت لكم يا جماعه اللي يهزوا دراهم الاورو يقول لك قداه الاورو اليوم ويلبس برك، ولا اللي يدير لك فيديوهات يومي يعني يومي صباح وعشيه. هذا يا جماعه هذوك الهدف تاعهم هو الربح من الفيديوهات وفقط، الربح من الفيديوهات. المعلومه ما عندوش عليها فكره، يهضر على حساب التطبيقات اللي يحملها من تطبيق بلاي ستور. جيبها لكم من الاخر، هذو الناس الفيديوهات اللي ينشروا باش ينشروا راهم يجيبوا التطبيق تاع البلاي ستور، قداه يدير الاورو، قداه يدير الدولار، قداه يدير الين. وهذه ثاني ملاحظه ثانيه، ناس يقول لي يا امين دخل لنا الدولار، يعني اني قادر نجيب الدولار ونجيب هذه. يا جماعه انا نهضر في التخصص اللي نعرفه اللي متاكد منه هو الاورو. الاورو عندي فيه تعاملات شويه وعندي فيه اشخاص موثوقين. الدولار وهذوك الحوايج اني قادر نجيب لكم، بصح مانيش انتريسي به. انا الاورو، الناس اللي مهتمه بالاورو فقط، لانه شفت فيه الكذب هكذا يا جماعه. لذلك فالعيد حنا عندنا هنا ما كانش لي السكوار. منيح نجيب لك السعر. هذاك الميغري اللي عطاكم السعر ماهوش عايش هنا. شكون اللي قال له؟ منين قال له؟ عيطوا له بار تليفون وخلاص. يقدروا هما يطلعوا البري، يقدروا هما يهبطوه، معناتها يقدروا يتلاعبوا بالسوق. نقدر انا غدوه يعطيني واحد دراهم يقول لي يا امين ايا قلنا السعر يدير طا، لوح بك الهضره، لوح الهضره باللي الاورو راهو طالع ولا هابط، يعطوني دراهم، نولي ممول انا. اي كاينه راهي صاريه. علاه ما تلاحظوش بلي كاين ناس تكذب في الواقع حاجه هو يهضر حاجه. الغرض من ذلك انه فقط باش يرفعوا الاورو ولا باش يهبطوه برك. هذه السياسه الفاسده. عليه انا دخلت في النص باش نحبس هذا الاحتكار هذا ولا هذا الشيء اللي نقدر عليه. نوض الصباح ونشوف، نحاول كيف نعرف السعر ونحاول كيف باش نعطيكم المعلومه. وانتوما قلت لكم كاين فرق دائما بين الشرق والجزائر، دائما ابيبار تقريبا 10,000 فرنك. الجي دائما يكونوا طالعين علينا ب 10,000 فرنك بحكم انه كاين عرض وطلب اكبر وكميات اكبر من الشرق، واحيانا الشرق يكون فيه عرض وطلب اكبر من الجزائر. فدائما اذا قلت لكم حاجه دائما ديكاليوها ب 10,000 نورمال، لانه كل ولايه وكيفاه. بصح ماهيش ديكالاج تاع 50,000.
ماهيش ديكالات تاع 60000 كيما راهم يديروا فيديوهات وسط واحد المرحله يقولوا 2,450,000 هو 2,500,000 في الجزائر وفي الشرق معناتها كاين ديكالاج. لذلك انا جماعه انا في العيد ما نديرش باسكو ما كانش سكوار هنا، ما كانش سعر، ما كانش شكون يعطيك الحقيقه. لذلك انا ما نكسرش راسي بزاف. كاينه ندير لكم فيديو فقط باش نستمر. انا باش نستمر نقولها لكم اللي حضر الفيديو الوقت هذا باش نستمر لازم جماعه تدعموني بلي كومونتير باهيين شابين، ديروا لي قلب، بارطاج، ديروا لي كلش وتفرجوا برك مشاهده كامله. خير الفيديوهات تاعي ما يفوتوش دقيقه ونص ولا دقيقتين على الاقل. الفيديوهات تاع لورو على الاقل تفرجوهم لي كاملين باش نقدر نربح منه اموال اكثر، باش انا نقدر نستمر في هذا المحتوى. لما لا نقدر نقلبوا محتوى حصري للتيك توك. اذا كنت نتوما تفرجوني بالملايين والارباح يدخلوا لي بيان، ما ليش نكسر في راسي انا ندير حاجه واحده اخرى؟ مادام انا نمد في حاجه صادقه ومليحه الماكسيموم متعوب عليها، ماذا بيا نكمل. انا ماذا بيا كل يوم نقول لكم سي الاورو قداه بكلمه صادقه الناس تحتاجوا. بصح كي نشوفكم ماكمش تدعموا فيا وتدعموا الناس اللي يكذبوا طلعوه المشاهدات، وانا تحاولوا كيفاه طيحوا لي المورال وانت وشكون وكيفاه، بدات الناس تسب. لانه انا ما كانوش عندي متابعين يسبوا، انا محتوى تاعي تعليمي تقني. ما كانش يسبني لتحت. انا نمد في مهارات ما كانش اللي نمدها لك، انا نمد لك في معلومات ما كانش اللي يمدها لك. فانت ثاني ما تسبنيش. انا قادر نسب، تحسبني ما نعرفش نسب، ولا تحسبني ما نفهمش، ولا تحسبني ناس ملاح ولا لا. لا، الاخلاق في حاجه وحاجه اخرى كاينه حاجه اخرى بلاصتها. انا نحاول نروج لروحي كاحسن صوره. ما يعنيش بلي انا كي نسكت لك معناتها ما نعرفش نسب، ولا نسكت لك بلي انا نسمح بزاف، ولا كي نهضرش معناتها بلي انا ما نصلحش. لا يا جماعه ما تخلطوش بين اني نحاول نمد احسن صوره لنفسي حول مواضيع معينه، وبين انك تتمادى في لي كومونتير وتبدا تهضر هضره زايده وتبدا تقول لي ما تفهمش وما تعرفش وانت واش جابك. على بالي شكون يبعثوكم، على بالي بلي راكم ضريتوا من المعلومات هذو. فراني جاكم وانا اكثر انسان وجهه صحيح في الانترنت، لاني صانع محتوى من 2015 ما انتهى. راني من القدم خلاص في صناعه المحتوى. كي كان اليوتيوب يوتيوب، كي كان تيك توك هذا ما اكزيستيش اصلا. كنا نصنع محتوى ونهضروا على الفوتوشوب. كي كان الناس ما تعرفش شنو الفوتوشوب، السيس والسانكو ما تعرفوش. كي كان الايفون كات، الكات والكات اس. ما جماعه احنا رانا نقدم في هذا الميدان، ما انت ماكش حتاثر فيا، ولكن ما تغلطوش الناس. انا ما نديش فيديوهات لانه ما كانش السكوار. في العاصمه ممكن ربي يسهل عليكم، بصح فيها تلاعبات في العيد. كيما السيد اللي معيط لي قالوا لي زلان 480، لانه قلت لكم في العيد راح يحاولوا يشريوه لكم بالهابط، يستغلوا. لانه انا مزروب المهم انا راك تصرف لي برك الاوراق، صرف لي سيكونس يدز زلان 480 يهبط لك حتى ب 50,000 نورمال. تقول معليش 20,000 مدات ما جابت، المهم نسلك حوالي. فهمتوا البروبليم وراه صاري. هذا هو الحاجه اللي ما حبيناش السكوار على جال حاجه كيما هذه، حبينا بيرو تشونج. بيرو تشونج هذا 24 ساعه 24 ساعه الناس بوك تتصرف باحترام وبالقدر ومبلغ ثابت. لكن للاسف البيرو تشونج ما كانش. لذلك فالاورو راهم يتحكموا فيه اشخاص وممكن في خطور على الناس بزاف يحتالوا عليهم. لذا نتمنى الخير ان شاء الله، وعيد سعيد لكل المهاجرين تاعنا في اوروبا، في بلجيكا خاصة نتابعوا فيها بزاف، بلجيكا، فرنسا، أمريكا، بريطانيا. مرحبا بكم كاملين في صفحتي. نتمنى راني نمد في أحسن صورة ونحاول نمد في أحسن صورة، نحاول نمد. نتمنى بك لي كومونتات على السبة والتطيح. قلت لكم أسهل حاجة أني نسبك، أسهل حاجة ندير فيديو نسبك، لكن نحاول نيفيتي هذه المواضيع تمام، لأنه شبعت منها في اليوتيوب. أنا جيت هنا باش نهني راسي، باش نستمتع بالشي اللي راني نمد فيه. هكذا جماعة، بالتوفيق للجميع. سلام.